في 2001 حصلت أكبر فضيحة مالية في الولايات المتحدة الأمريكية. You were abandoning ship on a day that you already knew, as she did, that this company had deep problems, that you had already identified them, and you were just walking away without warning investors, without warning employees, without telling everyone what the real reason was that you were quitting Enron. الفكرة إن الفضيحة دي حصلت لأنجح شركة في الدولة. الشركة كانت أرباحها المعلنة 100 مليار دولار. إزاي شركة بالحجم ده تطلع تبيع الوهم للناس؟ Congressman, I can just say it again. On the date I left, I absolutely unequivocally thought the company was in good shape. وفي سؤال تاني أهم بكتير، إزاي البنوك اللي كانت بتتعامل مع الشركة دي والمستثمرين وكمان الحكومة الأمريكية نفسها ما قدروش يكتشفوا حاجة زي دي بدري؟ Well, it's hard to believe, Mrs. Skilling, given your reputation for competence, for hands-on knowledge, and the fact that there was plenty of evidence that other people knew all throughout the company that there was a big problem. Not just one big problem, but multiple problems. الحقيقة القصة بتاعت النهاردة قصة مرعبة، مش عشان قصة فشل أكبر شركة في الدولة، ولكن الموضوع أكبر من كده بكتير. تعالوا أقول لكم إيه اللي حصل. هنرجع شوية لورا لحد الثلاثينات. في الوقت ده في شركة ابتدت اسمها انترنورث، والشركة دي كانت بتشتغل في الغاز الطبيعي. باختصار كانت بتنقل الغاز الطبيعي من مكان لمكان عن طريق خطوط الأنابيب، يعني كانت شركة ناقلة للغاز الطبيعي، كانت بتخدم ولايات معينة في أمريكا. في نفس الوقت كان في شركة تانية بتطلع اسمها HNG أو هيستون ناتشرال جاز، وكانت بتعمل نفس الخدمات اللي بتعملها انترنورث ولكن في ولايات مختلفة في أمريكا. كانوا بيتشاركوا في بعض المناطق، يعني مش في كل المناطق. شركة انترنورث كانت مكانها في نبراسكا، ولاية اسمها نبراسكا، وهيوستن كانت في ولاية اسمها تكساس. الحقيقة ظهور الشركتين دول كان في وقت صعب جدا في أمريكا، كان بعد تلات الأسود أو انهيار البورصة الأمريكية وبداية الجريت ديبريشن الكساد العظيم. فكان في الوقت ده الإدارات بتاعت الشركات ليها مايند سيت معين إنه لازم بقى نكسب ولازم نربح ولازم يكون في نجاحات بعد الخسارات الكتير اللي تعرضت لها الدولة. فات الوقت والسنين والشركتين نجحوا جدا في المجال بتاعهم، ولكن تظل انترنورث الأكبر والأنجح. شركة انترنورث بتعتمد على إن هي تكبر نفسها عن طريق حاجة اسمها الاستحواذ الأكويزيشن، وده معناه إن هي تستحوذ على شركات تانية. وصلنا ل 1985 وفكرت انترنورث إن هي تستحوذ على شركة HNG. الوقت ده الرئيس التنفيذي شركة انترنورث كان اسمه سامويل سيجنار، راجل كان ناجح جدا، وكان فكرة الاستحواذ على HNG كانت فكرته هو، وهو اللي قاد صفقة الاستحواذ. في نفس الوقت كان الرئيس التنفيذي شركة HNG اسمه كينيث لاي. سامويل سيجنار تمم الصفقة على 2.3 مليار دولار، ودي كانت قيمة أكبر من قيمة HNG السوقية ب40%. ولكن الراجل الحقيقة كان عنده تفاؤل إن الشركة دي هتضيف لانترنورث. تمت الصفقة والشركتين دول بقى شركة واحدة اسمها HNG انترنورث. منطقي جدا في أي عملية استحواذ إن الشركة اللي بتستحوذ على الشركة التانية هي اللي بتكون مسيطرة إداريا وكمان ثقافيا، يعني الكالتشر بتاعت الشركة بتكون الكالتشر بتاعت الشركة المستحوذة. صح غلط؟ وده أول شيء غير طبيعي حصل في القصة بتاعت النهاردة. الحقيقة اللي كان مسيطر قوي ومؤثر قوي هو كينيث لاي، وهنا هنقدر نتكلم قوي عن الليدرشيب سكيلز والفيجنري ليدرشيب. كان في فرق واضح جدا ما بين سامويل سيجنار وكينيث لاي. كينيث لاي كان شخص عنده كاريزما، كان عنده سكيلز، كان عنده علاقات كتير، شخص بيتسمى في مجال البيزنس ريسك تيكر، كان دايما يروح للريسك وياخده، كان مؤمن جدا بقاعدة البيزنس هاي ريسك هاي ريتيرن، كل ما هخاطر اكتر كل ما الربح بتاعي هيبقى اكبر. كان عنده رؤية مستقبلية ل HNG انترنورث وكان دايما بيتكلم عنها، رؤيته ان الشركة ما تكونش ناقلة غاز بس وتكون امبراطورية طاقة. انما سامويل سيجنار كان راجل ناجح جدا ولكن تقليدي جدا في ادارته، يشوف ان الريسك ويبعد عنه، كان بياخد اي قرار ريسك فري.
ليه. فطبعا مجلس الإدارة في الشركة حاسس وشايف أكتر كينيث لي عن سامويل سيجنار. فبعد فترة قصيرة جدا من الاستحواذ مجلس الإدارة صوت على إن سامويل سيجنار يمشي ويحط مكانه كينيث لي هو يكون الرئيس التنفيذي لشركة H&G Internorth. وده اللي حصل فعلا. كينيث لي قعد على الكرسي بتاع شركة H&G Internorth وتبتدي رحلة الصعود والسقوط. I'm going to make a very brief comment. Obviously, the other times later. Certainly, we're surprised. I think probably more appropriately to say we're shocked. Certainly, this was not the outcome we expected. I firmly believe I'm innocent of the charges against me. As I have said from day one, I still firmly believe that as of this day. لما كينيث لي مسك الشركة كان عنده اوريدي مشاكل لازم تتحل قبل أي حاجة، شوية تسويات على شوية ديون. من ضمن المشاكل اللي واجهته شخص اسمه إروين جايكوبس. ده رجل أعمال كان مشهور ساعتها وكان عمال يشتري في أسهم الشركة من المساهمين، وكان غرضه إن هو يمتلك أكبر قدر من الأسهم في الشركة فيقدر إن هو يكون ليه رأي في الإدارة ويكون مسيطر جوه الشركة دي. طبعا الكلام ده ما عجبش كينيث لي فكان لازم يتخلص من الشخص ده. وإروين جايكوبس هنا في البيزنس بيتسمى حاجة اسمها كوربريت ريدر، شخص بيحاول يحتل المؤسسة. عشان كينيث لي يتخلص من الشخص ده دفع له 350 مليون دولار. خلينا فاهمين ان احنا دفعنا 350 مليون دولار مش عشان نبني شركة جديدة ولا مصنع جديد ولا بنخش في مشروع جديد هيجيب عائد على الشركة، لا احنا دفعناها لشخص واحد بس عشان نتخلص منه تماما. جه بعد كده كينيث لي كان حابب يغير اسم الشركة وما كانش عاجبه H&G Internorth. عشان يغير اسم الشركة دفع $100,000 لفوكس جروبس ومستشارين تسويقيين علشان يطلعوا باسم جديد للشركة. المبالغ اللي احنا بنتكلم عليها دي مبالغ في الثمانينات كانت مهولة جدا جدا. الفوكس جروب اشتغلت مع المستشارين التسويقيين وطلعوا باسم جديد Enron Corporation، رمز لأكبر فضيحة مالية. بعد كده كينيث لي نقل مقر الشركة من نبراسكا اللي كانت أصلا مقر شركة انترنورث وداها لهيوستن، مقر الشركة اللي هو كان بيشتغل فيها في الأول، هيوستن ناتشرال جاز. وبدأ يبيع في أصول الشركة اللي هو شايف إن هي مش هتخدم رؤيته المستقبلية. كل القرارات دي اللي كانت ورا بعض تقدر توريك الراجل ده ممكن يكون بيفكر إزاي، إيه هي أولوياته، بيهتم بإيه. كينيث لي كان عنده هدف إنه يطلع بره نقل الغاز فقط وإنه يكبر الشركة وتكون إمبراطورية في الطاقة عموما مش في الغاز الطبيعي بس. لكن سنة 1987 وده بعد سنتين بس من الاستحواذ، شركة تابعة لشركة إنرون اسمها إنرون أويل سجلت خسارة بقيمة 85 مليون دولار. فالهيد كوارترز أو الإدارة العليا بصت كده قالت لا نعمل انفستيجيشن ونشوف ليه في خسارة 85 مليون دولار. الحقيقة لما عملوا انفستيجيشن لقوا إن الخسارة أكبر من كده بكتير. اللي حصل إن اللي كان ماسك الشركة وقتها واحد اسمه لويس بورجات، ده كان السي اي او بتاع إنرون أويل، وكان في واحد معاه اسمه توماس ماستريني، وده كده حاجه اسمها تراجرر او امين الصندوق، او بالمعنى البسيط جدا هو المسؤول عن الماليات في الشركه. عامه هنا الاسامي مش مهمه خالص، المهم الاثنين دول عملوا ايه. الاثنين دول كانوا مسؤولين عن التداول في النفط. بيتوقعوا سعر النفط في المستقبل، يتوقع ان بعد 6 شهور سعر النفط هيزيد فيبقى دلوقتي مركز شراء، او يتوقع ان السعر هينزل فيبقى دلوقتي مركز بيع. وكان بيراهنوا بمبالغ كبيره، والحقيقه هم ما عملوش اي حاجه غلط لان هم اصلا متوظفين في الشركه عشان يعملوا تداول في اسعار النفط، ولكن الشركه بتحط ليميت للمخاطره وليميت للخساره. اللي عملوه الاثنين دول ان هم ما التزموش باي ليميت، وكانوا بيراهنوا على اسعار النفط بمبالغ مهوله جدا تتعدى الليميت اللي الشركه حطاه بكتير جدا جدا. طبعا لما بيتوقعوا صح الشركه بتكسب ملايين، لكن لو توقعوا غلط الشركة بتخسر ملايين. عامة التوقعات اللي كان بيحطها لويس بورجات وماستريني مش توقعات كده جزافا، طبعا بتكون عن دراسة وعن خبرة وعن معرفة العوامل اللي بتتحكم في سعر النفط. جاء وقت السوق عاكس بورجات بشكل مش طبيعي، كان بيشوف بورجات بيراهن على ايه ويقوم ماشي العكس تماما، وبسبب ان هما كانوا بياخدوا مراكز تداول ضخمة جدا فكانت الخسائر كانت بتبقى ضخمة جدا برضو. الرولز هنا في الشركة بتقول لما توصل لحد المخاطرة وحد الخسارة لازم توقف التداول فورا وتبلغ الإدارة، وطبعا بورجات وماستريني ما عملوش كده، فضلوا
ابتدوا يراهنوا بمبالغ اكبر من اللي خسروها. عشان ابسطها لك خالص، لو كانوا بيراهنوا ب$100 وخسروها، يقوموا معليين الرهان ل$1000 على امل ان هم يكسبوا فيعوضوا الخساره. فكانوا بيخسروا ال$1000 فيراهنوا ب$100,000 فيخسروا ال$100,000 فيراهنوا ب$1,000,000. وكان الموضوع unlimited بالنسبه لهم، وصلوا مبالغ ضخمه جدا ومراهنات عاليه جدا وخسائر عاليه جدا. الفكره هنا ان بورجات وماستوريني كانوا بيحاولوا يعوضوا الخسائر، فكانوا بيراهنوا بمبالغ اكبر عشان يكسبوا وقت وعلى امل ان هم يعوضوا الخسائر دي. عشان كمان الخسائر ما تبانش قوي في السجلات الماليه للشركه، انشأوا حسابات بنكيه غير معلنه مخفيه عشان يقدروا يخفوا مبالغ معينه وخسائر معينه عن عينين الاداره العليا للشركه. عشان الحسابات البنكيه المخفيه دي تقدر تساعدهم، كان لازم يزوروا في سجلات الشركه ويغيروا ارقام كتير ويزوروا حتى الاجراءات الضريبيه للشركه. بدات الهيد كوارترز او الاداره العليا تحس ان في حاجه غلط في شركه انرون اويل. المفروض الشركه بتكسب بس الكاش بيقول حاجه تانية، في معاملات في السجلات ملهاش تفسير او ليها تفسير غير منطقي. راحوا عينوا واحد اسمه مايك ماكلوري، شغلته كلها يعرف ايه المشكله في الشركه دي. الراجل جه وقعد وعمل انفستيجيشن واكتشف البلاوي اللي حاصله من بورجات وماستوريني. ولما عرف مايك ماكلوري كان اوريدي بورجات واصل لمراكز ضخمه جدا في المراهنات، وصل حجم المراكز النفطيه اللي مراهن عليها 80 مليون برميل، قيمتهم السوقيه وقتها كانت $1,000,000. فالحقيقه الخساره مش 84 مليون دولار ولا حاجه، الخساره كان ممكن توصل ل$1,000,000,000 لولا تدخل ماكلوري وانقاذ ما يمكن انقاذه، ووصل الخساره ل$190 مليون دولار. الارقام اللي احنا بنقولها دي ارقام مرعبه جدا بالنسبه لشركات تعتبر لسه جديده. طبعا بورجات وماستوريني اتحاسبوا قانونيا، وفي منهم واحد كمان اتسجن اللي هو بورجات الCEO بتاع الشركه. هنا لازم تسال نفسك سؤال، ازاي 2 موظفين بس في مؤسسه كبيره قوي زي دي يقدروا يوصلوها لكارثه بالحجم ده؟ الموضوع مش موضوع 2 موظفين عندهم فساد، لان الفكره اصلا من كل اللي هم عملوه هو اخفاء الاخطاء مش المصالح الشخصيه. هم راهنوا وخسروا وخافوا من الابلاغ عن المشكله، وكان عندهم دايما امل في ان هم يصلحوا المشكله دي بان هم يعملوا مراهنات اكبر من كده. الغلط لما بيبقى بالحجم ده ما بيكونش بس 2 موظفين ولا موظف هو المشكله، بيكون المشكله في الاداره نفسها. اداره انرون كانت بتعتمد على نظام اسمه رانك اند يانج. يعني ايه النظام ده؟ بكل بساطه صنف الموظفين بشكل مستمر، واللي ما بيوصلش للحد الادنى من الاداء لازم يتم التخلي عنه. وطبعا البرفورمانس هنا او الحد الادنى من الاداء بتكون ارقام وارباح فقط لا غير، وده اصلا بسبب كلتشر الشركه performance at all costs. طالما بتجيب فلوس وبتجيب ارقام مش هسألك كتير. ثقافة الموظفين في الشركة الحقيقة كانت ثقافة بقاء أكتر من أي حاجة تانية. قيمة الموظف مرتبطة بالأرباح أكتر من الأمانة، من الأخلاقيات. المكافآت كانت على أرباح فقط، على أرقام فقط، أي حاجة تانية ما كانتش بتتكافئ تماما. عشان كده بورجات وماستوريني كانوا عارفين لو راحوا أبلغوا عن المشكلة بدري كان هيطردوا من مناصبهم، مش هيتكافئوا عشان بلغوا بدري. الشركة كانت مركزة قوي في النتائج القصيرة، أرباحي دلوقتي كام؟ فالموظفين دايما كل تفكيرهم ازاي اطلع أرقام أرباح، ازاي داري على الخسائر. تاني خطأ من أخطاء الإدارة دي إنه ما كانش فيه أوديت بالشكل الكويس، لدرجة إن 2 موظفين بس قدروا يبنوا مراكز تداول ضخمة جدا ويخفوا الخسائر لمدة طويلة. كان لازم كمان يكون في فصل قوات، يعني ما ينفعش اللي بيتداول هو اللي بيراجع وهو اللي بيحاسب، ما ينفعش اللي بيراجع وبيحاسب يكون في اتفاق بينه وبين اللي بيتداول بأي شكل من الأشكال. فهنا الحقيقة الموضوع ملوش بس علاقة بأخلاقيات موظفين أو نسبة الفساد اللي هو ممكن يوصلوا له، لكن الموضوع ليه علاقة بالمانجمنت ستايل اللي قدرت إن هي تشجع التصرفات دي، الاتيتيودز، البيهيفير دي داخل الشركة. كان لازم يكون في نظام بيكافئ الصراحة والإبلاغ المبكر عن المشاكل. كان لازم الإدارة تبني ثقة بينها وبين الموظف عشان الموظف ما يخافش يقول لو في مشكلة. كان لازم الشركة يكون عندها نظام رقابي شديد. كان لازم الإدارة تخلق بيئة صحية أساسها أخلاقيات المهنة. تفتكروا بعد اللي حصل ده إدارة إنرون قدرت تعرف إيه المشاكل اللي عندها وتحلها وتطورها؟ الحقيقة لأ خالص، لأن الرعب الحقيقي لسه ما ابتداش. I'm sorry Jeff did resign. You know he did resign. It was voluntary. I think that's all been pretty well explained now. So the board accepted his resignation and asked me to reassume the CEO's job. And I'm excited. I think we've got a lot of great stuff going on. We're not getting much credit for it in the marketplace for damn sure, but we will. And I'm going to share with you some of the things going on here shortly and show you the reason I am excited. And I do think that the next several months, the next few years are going to be great for Enron and great for Enron's employees. And that's all starting now. سنة 89 يعني بعد المشكلة دي بسنتين ظهر اسم من أهم الأسامي في القصة بتاعت النهاردة، جيفري
سكيلينج. الراجل ده سنة 89 كان مستشار مالي في شركة اسمها ماكنزي. الشخص ده اقترح على كينيث لاي الرئيس التنفيذي لشركة إنران إنه يعمل حاجة اسمها جاز بانك، وده بنك زي أي بنك. لو حد عايز يحط فلوس بيروح البنك، ياخد فلوس بيروح البنك. يعني لو أي حد في السوق عايز يبيع غاز لازم يبقى عن طريق إنران، ولو حد عايز يشتري يبقى برضه عن طريق إنران. اللي كان بيحصل إن إنران كانوا بيشتروا عقود نفط من المنتجين والمستخرجين بتوع النفط ويبيعوها للعملاء زي المصانع وغيره، من غير ما يتدخلوا في اي حاجة فيزيكال خالص في الموضوع. يعني النفط بقت تجارة مالية مش نفطية. والفكرة وقتها الحقيقة كانت عبقرية جدا. اللي بيبيع النفط عايز يضمن عميل لفترة طويلة، واللي بيشتري النفط كان عايز يضمن سعر ثابت مهما حصل في السوق وما يتأثرش بأي ارتفاعات برضو لفترة طويلة. إنرون كان بيعمل إيه بقى؟ بيروح للشاري ويعمل معاه عقد ويقول له هشتري منك 100,000 برميل نفط، سعر البرميل $4 لمدة سنة. ويروح يعمل عقد مع الشاري يقول له هبيع لك 100,000 برميل نفط، سعر البرميل $4.50 لمدة سنة. فبياخد من البايع ويدي الشاري ويستفيد بفرق السعر. والحقيقة ده كان بيفيد كل الأطراف. البايع عنده عميل مستمر لمدة سنة، والشاري عنده سعر ثابت لمدة سنة، فبياخد من ده يدي لده وياخد هو الفرق. ودي حاجة بتسمى برايس لوك، يعني بقفل السعر. انا اوريدي ماضي معاك عقد انك هتبيع لي $4.50، ماليش دعوة لو السعر دلوقتي 5 أو 6 في السوق. كمان كانوا بيقدموا خدمات مالية تانية، زي مثلا لو مستخرج نفط متعثر ماليا فبيروح لإنرون ويقول له انا عايز فلوس عشان اقدر اكمل عملية الاستخراج، فإنرون يسلفوا المستخرج فلوس مقابل انه يعمل معاه عقود نفط بأسعار كويسة، يروح هو يبيعها اغلى للشاري. الحقيقة الفكرة ساعتها كانت اكتر من عبقرية وكانت مربحة جدا، وحولت تجارة النفط من تجارة نفطية لتجارة مالية زي السندات والعملات. كينيث لاي لما طبق الفكرة ونجحت جدا معاه جاب جيفري سكيلينج صاحب الفكرة وعينه عنده في الشركة. والحقيقة جيفري سكيلينج كان مش مستشار مالي عادي، كان عنده عقلية مالية ملهاش مثيل وكان أجريسيف قوي في أهدافه. عشان كده جيفري سكيلينج لما تعين في شركة إنران ما فاتش وقت كتير لحد ما وصل بقى CEO بتاع الشركة. وساعتها طبعا كينيث لاي كان التشيرمان اللي أعلى منه، وجيفري سكيلينج الرئيس التنفيذي. بعد كده هيظهر معانا ثالث اسم في القصة دي، واحد اسمه أندرو فاستو. جيفري سكيلينج عين أندرو فاستو في الشركة كمدير حسابات، وأندرو فاستو ده كان أجمد واحد في مجال البانكينج ساعتها. وزي ما قلنا ابتدى كمدير حسابات في الشركة، ولكن برضه ما فاتش وقت طويل لحد ما وصل بقى CFO بتاع الشركة، يعني المدير المالي للشركة كلها. والحقيقة شركة إنران ما كانتش بتهزر في التعيينات. كينيث لاي كان بيختار أحسن وأكفأ الموظفين في أي مجال هو محتاجه. من أوائل التسعينات لحد 2000، ودول حوالي 10 سنين، الشركة دخلت في أكتر من 15 مجال، وبقى عندها أكتر من 30 نوع منتج قابل للتداول والبيع. وكمان الشركة اشتغلت وتوسعت دوليا. عد معايا كده المجالات اللي الشركة دخلت فيها: غاز طبيعي، كهرباء، خطوط الأنابيب، محطات توليد الطاقة، تجارة الطاقة، المشتقات المالية للطاقة، إدارة المخاطر المالية، المية والصرف الصحي، الاتصالات، الإنترنت، الورق، المعادن والصلب، البتروكيماويات والمواد الخام. طموح وشغف ورغبة بالسيطرة والنجاح، لأن المنتاليتي بتاعت كينيث لاي وجيفري سكيلينج وأندرو فاستو المدير المالي للشركة كلها كانت متماشية مع بعضها. شغف وطموح، وهدفنا الأساسي هو الأرباح وبس. performance at all costs. بس الحقيقة الطموح هنا كان عامل زي الوحش، توسع مفرط جدا في البيزنس في وقت قصير جدا. بنتكلم ان كل ده حصل في 10 سنين، من اوائل التسعينات لاوائل الالفينات. طب هم فعلا استفادوا من التوسع المفرط ده؟ الحقيقة على المدى القصير طبعا استفادوا جدا جدا جدا. ارباح عظيمة وقت قصير، اسعار اسهم طايرة في السما كده. المساهمين والمستثمرين في الشركة زادوا بشكل مبالغ فيه جدا، لدرجة ان مجلة فورتشن ادت لقب الشركة الاكثر ابتكارا 6 سنين ورا بعض لشركة إنران. كان بيتقال على الشركة دي the smartest guy in the room، يعني أذكى واحد في الغرفة. الغرفة هنا يعني السوق، والشخص الذكي ده اللي هي الشركة، إن هي كانت شركة مسيطرة ماليا، كانت أنجح الشركات، كان أكبر الشركات في البورصة، كانت تربح أرباح عظيمة جدا، سجلاتها المالية خرافية. فبالنسبة لوول ستريت البورصة الأمريكية والمستثمرين ورجال الأعمال الأمريكيين، إن كينيث لاي وجيفري سكيلينج وأندرو فاستو عندهم ذكاء استثنائي، خبرة مالية خارقة، روح ابتكارية ملهاش زي. هم هيطلعوا ملهمش زي فعلا. كل ده كان على الشورت تيرم أو المدى القصير، لكن على المدى
المدى الطويل المشكلة ما كانتش في فكرة التوسع، هو التوسع والتنوع خارج نطاق قدرات الشركة تماما، قدرات الإدارية والرقابية والأهم المالية. من الآخر خلقوا وحش ما عرفوش يسيطروا عليه بعد كده خالص. في وسط كل التوسعات دي هقولك بداية المشكلة كانت فين. أندرو فاستو المدير المالي للشركة لما بيلاقي خسائر في بعض المشروعات زي مثلا الإنترنت والمية مثلا، وطبعا الخسائر دي كانت بسبب التوسعات وإحنا داخلين في مشاريع جديدة، فطبيعي جدا يكون في خسائر في الأول، لكن هو لما كان بيلاقي الخسائر دي ما كانش بيعترف بالخسارة. وثقافة الشركة إزاي نخبي، يعني من ساعة الفضيحة الأولى في إنران أويل مفيش أي حاجة اتغيرت في المانجمنت ستايل، مفيش أي حاجة اتغيرت في طريقة الإدارة، الرانك أن يانك زي ما هو، فورمز أت أول كوست زي ما هو. بالعكس جيفري سكيلينج شخص عنيف جدا في أهدافه، وكان صارم جدا في حتة الأرباح والفلوس، فكان الناس اللي حواليه بيعملوا أي حاجة عشان يقدروا يوصلوا للأرقام دي. فأندرو فاستو ثقافته زي ثقافة بقية الناس في الشركة، إزاي نخبي الخسائر اللي موجودة في المشروعات دي. فأنشأ حاجة اسمها SPEs Special Purposes Entities، والشركات دي ما فيهاش اي حاجه غلط، دي شركات قانونيه معترف بيها في البيزنس وفي الدول عادي جدا. الفكره مش في الSPEs، الفكره انت هتستخدمها في ايه، حاجات قانونيه او غير قانونيه. وهو فعلا انشأ شركات بورق رسمي، لكن الهدف من الشركات دي هو اخفاء الديون والخسائر. كان بيبيع الديون بتاعت انران للشركات دي، كان بيبيع الاصول اللي بتخسر بتاعت انران للشركات دي. في الحقيقه هي الشركات دي بتاعت مين؟ المالك الاساسي او من الباطن هو انران. مين الضامن بتاع الديون؟ كان شركه انران. ففي الاول وفي الاخر الديون والاصول ما راحتش في اي حته، كل الحكايه انه بسبب الشركات دي يقدر ما يحطش الديون والاصول في مستندات الماليه الاصليه لشركه انران، ولكن تظهر في المستندات المحاسبيه لشركات الSPEs. فالمستثمرين لما بيجوا في كل اجتماع يراجعوا على محاسبات الشركه والمستندات الماليه ليها، يلاقي الشركه جميله وبتربح، ديون قليله جدا وخسائر لا تذكر، والدنيا جميله. لكن في الحقيقه الديون والخسائر كانت ضخمه ومهوله، لكن مش باينه في المستندات الماليه لشركه انران، موجوده في الشركات الثانيه اللي مش معلن عنها اللي هي الSPEs. الشركات دي كانت تعتبر شركات وهميه رغم ان هي باوراق رسميه، لان الاهداف اللي من وراها ما كانتش اهداف واضحه، كانت اهداف مخفيه. الحقيقه ثقافه اندرو فاستو هي نفس الثقافه اللي كان بيتبعها بورجيت، مع الفارق ان بورجيت كانت هدفه الاساسي هو اخفاء الخسائر بس، لكن اندرو فاستو كسب من ورا الشركات دي مكاسب شخصيه مهوله. اندرو فاستو كان بيدير بعض من الشركات دي بنفسه، فكان بياخد مرتبات من انرون وبياخد مرتبات من الشركات دي اللي هي اصلا بتاعت انرون، والفلوس اصلا بتاعت انرون. الحقيقه ثقافه اندرو فاستو ازاي نخفي الخساره وندعي ربنا ان هي تعدي. الراجل ده مش بس انشأ الشركات دي وباع ديون انرون ليها، ولكن كان بيعمل حاجه اسمها مارك تو ماركت، ودي من اكتر الحاجات اللي دمرت الشركه تماما. لما كانوا بيعملوا صفقه طويله الاجل مثلا زي عقد نفط مدته 10 سنين والصفقه تتم، اول ما الصفقه تتم كان بيضيف الارباح الاجماليه للعقد ده دلوقتي، مش بعد 10 سنين لما الارباح فعلا تيجي. فكان بيظهر ارباح في المستندات المحاسبيه للشركه واحنا لسه لا شفنا ابيض ولا اسود. يجي مجلس الاداره والمستثمرين يشوفوا المستندات الماليه للشركه يلاقوا ارباح ضخمه جدا في وقت قليل، بالحقيقه دي ارباح توقعيه مش حقيقيه. هو عارف ان العقد ده هيجيب له كمان 10 سنين مليار دولار، فبيكتبهم دلوقتي في ارباح الشركه. تفتكروا هو واقف لحد هنا؟ لا، الراجل ده كان بيتفاوض مع نفسه لانه كان المدير المالي لشركه انران وكان بيدير شركات الSPEs، فالصفقات اللي المفروض كانت ما بين الشركتين هو اللي كان بيعملها. فاهمين؟ يعني الراجل بيتفاوض مع نفسه، طريقه حلوه نقولها بيها تضارب مصالح، لكن ببساطه الراجل كان بيكلم نفسه وبيشتغل كل الناس اللي حواليه. طلع هنا سؤال، هو جيفري سكيلينج الراجل اللي عين اندرو فاستو كان يعرف ان اندرو فاستو بيعمل الحاجات دي؟ Mr. McMahon approached you with serious concerns about the inherent conflicts of interest in LJM. Is that true? Again, my recollection of the discussion that I had with Jeff is that he was concerned that because there was a conflict of interest with Andy, that in discussions that they had, that would somehow hurt his compensation. So did he lay out specific steps he thought should be taken to address these conflicts? I don't recall.
You don't recall. الحقيقة هو كان يعرف كده وأبو كده كمان، وهو اللي كان بيدعم فكرة المارك تو ماركت، إن احنا نحط أرباح العقود والصفقات اللي لسه ما خدناهاش، بس ما دام تمت يبقى تتحط أرباحها في الأوراق المالية دلوقتي. جيفري ثقافته كانت أسوأ ثقافة عدت على الشركة، وده بسبب طريقته مع الموظفين وإدارته للشركات. كان بيضغط بشكل مش طبيعي عشان يشوف أرقام وأرباح، وهو السبب الرئيسي اللي شجع على ثقافة الاحتيال في الشركة. واحنا قبل كده كنا عملنا فيديو عن الستريتش جولز، وازاي لما الإدارة تحط أهداف غير واقعية للموظفين ده بيؤدي لفشل الشركة عموما. هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس. الراجل ده كان بيشجع جدا فكرة التداول في الطاقة بشكل كبير وعنيف. المحللين بعد كده وصفوا جيفري سكيلينج على انه كان الاستراتيجية والثقافة، اما اندرو فاستو كان الهندسة والفن. طب يجي السؤال التاني، هل كينيث لاي تشيرمان كان يعرف اللي بيعمل جيفري سكيلينج واندرو فاستو؟ الحقيقة محدش متأكد 100% الراجل ده كان يعرف كل حاجة بتحصل ولا لا، ولكن المتأكدين منه انه كان عارف ان في حاجة غلط، وده بدلائل زي اوراق بعد كده تحصلوا عليها هو كان ماضي عليها، ومعنى ان هو ماضي عليها يبقى هو كان عارف حاجة. ولكن الفكرة ان الراجل ده مات قبل ما يتحكم عليه في قضية إنران. فخليني اقول لكم هي الناس دي وقعت ازاي. الموضوع ابتدى بحاجة بسيطة قوي في الأول. واحدة اسمها بيثاني ماكلين، صحفية في مجلة فورتشن، كتبت مقال بيشكك في أرباح إنران، قيمتها السوقية المبالغ فيها، وازاي الشركه دي بتعمل الفلوس دي كلها. في نفس الوقت اللي طلعت فيه المقاله دي، إنران كانت عايزه تثبت لوول ستريت البورصه الامريكيه ان هي مش شركه في مجال الطاقه بس، ولكن هي شركه كمان هتكون مسيطره في مجال التكنولوجي. والحقيقه في مجال التكنولوجي كان عندهم رؤيات مستقبليه كويسه جدا. إنران في الوقت ده دخلت في شراكه مع شركه بلوك باستر سنه 2000 عشان تعمل خدمه مشاهده الافلام اونلاين، حاجه شبه نتفليكس بس قبل نتفليكس بكتير جدا. الفكره اصلا كانت سابقه لعصرها بشكل كبير جدا، ولكن طبعا كان في مشاكل واقفه قصاد الفكره دي، عشان كده المشروع فشل بسبب حقوق الافلام، وانه في الوقت ده اصلا الانترنت ما كانش متوفر بشكل قوي جدا في معظم المنازل، والانترنت كان ضعيف، ومش كل المنازل اصلا كانت مدخله انترنت في الوقت ده. المشكله بقى لما عملوا الصفقه دي مع بلوك باستر سنه 2000، عملوا المارك تو ماركت، سجلوا 110 مليون دولار ارباح في سجلات الماليه للشركه. بس بعد ما المشروع فشل وبلوك باستر فسخت الصفقه والعقد مع إنران، ظهرت اول مشكله. جم قالوا يا جماعه معلش احنا هنشيل من ارباحنا 110 مليون دولار علشان دول كانوا بتاعت صفقه بلوك باستر اللي فشلت. الحقيقه المستثمرين اتفاجئوا بالموضوع ده، ولما فهموا ايه اللي كان حاصل وليه هنشيل 110 مليون دولار من ارباح الشركه، ابتدوا يسالوا هو قد ايه من الارباح اللي قدامهم دي كمان تعتبر وهميه وتوقعيه ومش حقيقيه. ده غير ان بيثاني ماكلين في نفس الوقت كانت منزله المقال بتقول يا جماعه الشركه دي في حاجه غلط، الفلوس دي كلها جايه منين؟ بسبب صفقه بلوك باستر اللي باظت، سعر السهم نزل من $80 ل $60. في نفس الوقت ده المستثمرين اكتشفوا ان جيفري سكيلينج كان متوقع لمجال الانترنت انه يجيب ارباح 40 مليار دولار، بس في الحقيقه لحد الوقت اللي هم اكتشفوا فيه المشكله لقوا ان المجال ده ما جابش اكتر من 400 مليون دولار. على نص السنه كان مجال الانترنت ده تم قفله تماما، خرجوا منه خالص. في نفس السنه مجال تاني انهار عندهم، مجال الكهرباء. المختصر المفيد وصل بيهم الامر انه كان بيبقى فيه قطع متعمد للكهرباء على المواطنين علشان يعلوا سعر الكهرباء. ساعات السعر كان بيوصل لحد 20 ضعف. لما تم اكتشاف الموضوع ده، سعر السهم نزل من $60 ل $42. لكن احنا بنتكلم في شهور السهم عمال بينزل بشكل مش طبيعي. بعد المشكلة دي طلع محلل مالي اسمه دانيال سكوتو، قال يا جماعة الشركة دي خلاص كده اللي معاه سهم في الشركة يبيعه، عشان هو متوقع انهيار للشركة دي في المستقبل القريب. لقوا فجأة ان جيفري سكيلينج بيقدم استقالته. السهم بقى $15. الكلام ده في اغسطس سنة 2000. هنوصل لحد شهر نوفمبر يوم 28 واحدة اسمها ليندا لاي، ودي تبقى زوجة كينيث لاي التشيرمان بتاع الشركة. في اليوم ده 28 نوفمبر سنة 2000 الست دي باعت 500,000 سهم في تلت ساعة، من الساعة 10 الصبح للساعة 10 وتلت. الساعة 10:30 اعلنوا عن الفساد اللي موجود في إنران. السهم بقى سعره $1. الشركة اعلنت
أعلنت إفلاسها في شهر ديسمبر. لما الشركة أعلنت إفلاسها كان عندها 20,600 موظف، كانت أرباحها المعلنة 100 مليار دولار، أكبر عملية إفلاس واحتيال في تاريخ الولايات المتحدة. طبعا اتقبض على الناس دي كلها، مش بس الأسامي اللي احنا قلناها في القصة، ولكن كل اللي كان مشارك في عمليات الفساد والاحتيال دي. كينيث لاي مات قبل الحكم عليه. جيفري سكيلينج أخد 24 سنة سجن. بعد الاستئناف وصلوا ل 12 سنة وخرج سنة 2019. أما أندرو فاستو كان ذكي كالعادة، تعاون جدا مع الشرطة واعترف على كل الأسامي اللي كانت متورطة معاه في الفساد، فاتحكم عليه ب10 سنين سجن وطلع بعد 5 سنين. الحقيقة جيفري سكيلينج بعد ما طلع من السجن سنة 2019 حاول يدخل مجال الطاقة والبيزنس مرة تانية، ولكن فشل وبعد خالص عن الأضواء. أما أندرو فاستو فالمفارقة غريبة جدا، بعد ما طلع من السجن بقى بيشتغل في مجال توعية الشركات ضد الاحتيال. الراجل اللي ساعد في تصميم واحدة من أشهر وأكبر عمليات إخفاء الديون في تاريخ الشركات، بقى يطلع في مؤتمرات ومحاضرات يحكي للشركات والمديرين إزاي الاحتيال ممكن يبدأ وإزاي يتجنبوه، وكمان بيشتغل كمستشار للشركات في مجال الحوكمة والأخلاقيات. الموضوع ما كانش مجرد بس عملية احتيال مالي، هو درس بيورينا إيه اللي ممكن يحصل لما الطمع بيغلب الأخلاق، ولما الإدارة تتبنى أفكار زي الرانك أند يانج، واللي بتخلي الأرقام أهم من الحقيقة، تخلي النجاح والفلوس أهم من النزاهة، واللي في الأول وفي الآخر للأسف بيوصل لدمار أي نجاح تم تحقيقه. حابة أعرف رأيكم في الكومنتس، شايفين مين أكتر حد كان مسؤول عن عمليات الاحتيال دي؟ الناس اللي بتعمل بإيديها ولا الناس اللي بتشجع وبتزق الناس دي على الاحتيال؟ الناس بتوع البيزنس اكتبوا لنا إيه اللي كان ممكن تعملوه علشان تتجنبوا المشاكل المالية والاحتيال المالي اللي كان حاصل. اكتبوا لنا كمان أكتر شخصية مستفزة في القصة دي كلها. ما تنسوش تبصوا على الديسكريبشن بوكس عشان هيكون في تفاصيل كتير جدا بتخص الفيديو بتاع النهارده، وهشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.